ملخص انمي شيتنج كرافت في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تقول لي رأيك في الكومنت، ولو عجبك الفيديو حط لايك، ويلا بينا على الانمي. هقول لك معلومة كده في السريع إن في قناتين، قناة اسمها انمي جيمي وبتقدم محتوى جميل جدا وملخصات انمي، وكمان هتلاقي قناة اسمها زورو، والقناتين دول بيقدموا انمي. روح اشترك عندهم وفعل زر الجرس وقول لهم من طرف الكومي. بيبدأ انمي شيتنج كرافت بمشهد بيكون فيه رجلين، وبيكون في فرق كبير بينهم، وبنعرف انهم كانوا مولودين في نفس القرية، وكمان درسوا في نفس المدرسة، وكمان برزوا بنفس الطريقة، وبنشوف انهم كانوا زي بعض في كل حاجة. طب ايه اللي خلاهم يبقى في فرق كبير بينهم؟ وهو اختبار الجامعة ذو المستوى الوطني الخاص. وكمان بنعرف ان اللي بيتجاوز الاختبار بينجح في حياته، واللي ما بيتجاوزهوش بيفشل في حياته. وإن سكان الجزيرة بيستقبلوا التعليم بشدة من عمر مبكر، عشان كده بينجحوا في الاختبار. وإن المواد الدراسية غالية، وإن الآباء بيدفعوا أموال كتير علشان ينجحوا أطفالهم، والأطفال بيحاولوا يوصلوا لتوقعات آبائهم. وإن الناس اللي بتتولد أذكياء بيبقوا معروفين بطلاب النوع المتعلمين الأذكياء، أو النوع ال. وبنعرف إن في ناس بيحاولوا يستخدموا طرق غير شرعية في إنهم ينجحوا، وهو إنهم يغشوا عن طريق الجلد الاصطناعي الذي يحتوي على كل الأجوبة الضرورية للاختبار فقط بسمك 0.2 مليمتر، والعدسات اللاصقة التي ترسل الصور إلى شبكة العين. وأيضا يمكن أن تترجم كل اللغات في لحظة. وبنعرف إن الناس اللي بتستعمل الطرق دي بيسموا بالنوع الغشاش، أو يعرفوا بطلاب النوع سي. وبنعرف إن الجزيرة دي بتحارب الغشاشين. وبنعرف إن الشخصين اللي كانوا في بداية الأنمي هم اتنين أجروا هذا الاختبار القاسي. وبنعرف إن واحد من الطالبين اجتهد منذ طفولته وأصبح من النوع ال، والآخر تدرب وأصبح طالب مخيف من النوع سي. وبنعرف إن لازم الطلاب من النوع سي إنهم يحصلوا على شريك من النوع ال، لأن طلاب النوع سي يقدروا ينجحوا عن طريق إنهم ينسخوا أجوبة النوع ال. وبتبقى علاقتهم مع بعض اللي هو نوع سي ونوع ال زي السمك والماء، والنوعين ضروريين لبعضهم. وبنعرف علشان تنجح لازم تكون عندك قوة وحكمة والحكم الهادئ. وكل اللي فات هو شرح الاختبار الجزيرة. وبنعرف ان دلوقتي في فتاة وولد بينضموا للاختبار، وبيكون الولد اسمه شوكاتسو مومي، والفتاة اسمها اوكوي. وهما بيكونوا بيواجهوا الاختبار لإنقاذ والد مومي. بيبدأ الاختبار الطلاب الشديد، وبيبقى بدأ عهد الجيل الأسطوري. وبيبدأ الامتحان، وبيكون الكل بيحاول يغش علشان يتجاوزوا الامتحان. شوكاتسو مومي بيستخدم مهارته اللي هي مهارة الشوكاتسو، وبيبقى في واحد بيخرج بسبب ان هو بيكتشف انه بيغش، وبيبقى المراقب بينام، فالكل بيحاول يغش. وبيبقى شوكاتسو مومي بيسأل صديقته اوكوي هل انتهيتي؟ طبعا احنا هنقول له مومي على طول علشان نختصر. وبيبقى في واحد بيقول له مش هخليك تجتاز الامتحان لوحدك. وبيبدأوا يحاربوا بعض بمهاراتهم، ومومي بيستخدم مهارة الشوكاتسو وطبعا بيبقى أقوى منهم. وفجأة المراقب بيصحى وبيأيد التلاميذ وبيمنعهم من إنهم يغشوا، وبيكون مهارته قوية جدا معرفوش يجاروا قوته. بس اللي احنا معتقدينه. الشخص اللي قال لمومي إنه مش هينجح لوحده، اللي مهارته مهارة الدموير والحشرات، بيفك نفسه عن طريق حشرة. وبيقول لمومي إنه مش عارف يوصله ازاي سم البق، فبيرد عليه مومي بس مش بكلام. مومي بيفك نفسه وبيبدأ يواجه المراقب بقوة الرياح، وبيفك الفخاخ اللي كان عطلها، وبيخليها
تهجم كلها على المراقب. المراقب بيقوله هذا الفصل هو مثل حديقتي فأنا أحفظه جيدا ولن تستطيع مجاراتي. مومي بيقعد يواجهه وبيهاجمه بالرياح، وفجأة المراقب وهو بيشرب بيقع على الأرض، وبنعرف إن الشخص اللي مهارته مهارة الحشرات وصل له سم البق في اللي بيشربه، ووقع على الأرض المراقب وهو مشلول حركته بسبب السم، وقال لهم إنها فكرة جيدة إزاي عملتوها. وفجأة بيقول لهم إن خلاص كده كده ما فاضلش غير دقيقتين. فبترد عليه صديقة مومي اللي اسمها أوكوي وتقول له ما دام لدينا دقيقة نستطيع أن نجتاز الامتحان. ومومي بيعمل مهارة اسمها شوتو دانسوي، وفجأة الورقة بيتم نسخها وبيبقى كده هو اجتاز الامتحان الأول في المدرسة الإعدادية، وبيبقى دوت هو الجيل الأسطوري. بعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه مومي وصديقته، وبيقول لصديقته إنه بقى طالب رسمي هنا في المدرسة، فبتقوله ما تتغرش بنفسك قوي، وبتقوله إن أنت اتسجلت بس دي مش النهاية. وبيرد عليها مومي وبيقول لها انتي تأخذي كل الأمور بجدية، وبيقول لها سأتخرج من هذه المدرسة بدرجات مرتفعة، وبيقول لها كمان بالتأكيد سأصبح خريج بمستوى خاص. فبتقول له أجل إذا أصبحنا خريجين بمستوى خاص، وتقول له أيضا إنهم هيكسبوا العديد من الامتيازات بضمن ذلك السفر إلى الخارج. وبيرد عليها مومي ويقول لها إنه بذلك سيكون قادرا على إنقاذ والده الذي سجن بشكل خاطئ. بترد عليه وتقول له هذا هدفنا لا تنساه. فبيرد عليها ويقول لها أجل لن أتوقف حتى يأتي هذا اليوم، وإنه هيتقدم للأمام بدون أن ينظر للخلف. وبنروح للاختبار اللي بعده، وبيبقى في واحد اسمه الموس، ودوت بيحاول يجمد الطلاب بس بيقدروا يكملوا ويجتازوا الاختبار. بعد كده بنروح لمشهد بيكون فيه مومي بيتكلم مع أوكوي. بعد كده مومي بيتعرف على واحدة اسمها ريو هاكو، وبيعرفها على بنت عمه أوكوي. وريو هاكو بتقول لمومي إن القلم اللي معاها له سحر وقائي. فبيرد مومي السم وبيقول لها اتركيني أحميك أنا. وهم عمالين بيتكلموا بيبقى في صوت بيقول كرر على ريو هاكو أن تتوجه إلى مكتب الاستشارة. فمومي بيتساءل ليه هي راحت لمكتب الاستشارة، هل ممكن تكون من النوع سي وتكون كانت بتغش؟ فبيبقى مومي عاوز يعرف، فبيروح وراها وبيسمعها وهي مع الموس وبيقول لها إنها كانت بتغش من القلم اللي معاها. وبعد كده الموس بياخد القلم وبيبقى عاوز يكسره، وبيدخل مومي ويمنع الموس من إنه يكسره، وبيقول للموس إن ريو هاكو بتبقى قاعدة وراه في الاختبار، وبيقول له إنه ما بيشوفهاش بتغش. فبيرد الموس عليه ويقول له هيديلها الامتحان، ولو ما عرفتش تحله كلهم هيطردوا من المدرسة. فبيرد مومي ويقول له إنه واثق فيها. فبترد ريو طبعا هنختصر اسمها علشان ننجز في الوقت وكده. فبترد ريو وتقول إنهم ملهمش ذنب، ولو خسرت الرهان هي اللي هتطرد بس. بيبدأ الاختبار وبيكون الموس واخد القلم بتاع ريو، وبيبقى جايب مسائل أعلى ب5 مستويات. بيقول مومي للموس بعد ما بيعرف إن الأسئلة مختلفة إنه هياخد قلم ريو ويديهولها، بس الموس بيقوله لو تقدر يا مومي تعالى خده. فمومي بياخد القلم ويروح لريو، بس الوقت بيخلص ومومي بيقول لريو انه اسف ان هو ملحقهاش. فبترد عليه وتقوله وهي بتشكره وتقوله ان هو ملهوش ذنب. وبعد كده المدرسة بتصحح الامتحان وبتجيب درجة كاملة، وبيعتذر الموس لريو، وبتبقى ريو حاطة في القلم صورة والدها علشان كده كانت بتبص على القلم، والموس شك فيها. وبعد كده مومي بيقول انه فكرة حلوة وبيبقى عاوز يجيب قلم زي ريو،
وكوي بتوافق على رأيه، بتقول له إنه بدأ ياخد الأمر بجدية، بس بيرد مومي ويقول لها إنه عاوز يجيب واحد شبه بتاع ريو بالظبط ومش عارف بيتباع فين. تحس وكوي بخيبة أمل. وبكده بينتهي القسم الأول من تشيتنج كرافت. بس كده هتلاقي انميات تانية في القناة، خش شوفها وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واللي رأيك في كومنت، ولو عجبك الفيديو حط لايك. وبس كده، ويلا سلام.